الكوكيز دي في حب اي حبيب. هنحط نص كوبايه من الزبده، يا ريت بقى تكون بدرجه حراره الغرفه، بس انا طلعتها من التلاجة على طول. عليها كوبايه الا ربع من السكر البني. مش عارفه تعمليه حطي سكر عادي، عليه معلقه عسل اسود وقلبيهم على بعض. بعديها ربع كوبايه من السكر وقلبيهم مع بعض، سواء بقى بالاسباتيولا، بس الاحسن بالنسبه لي لان الزبده كانت جامده وطالعه من التلاجة ضربتها بالمضرب. اول ما توصل للقوام اللي انتوا شايفينه ده، انا هنزل عليها بيضايه وهنزل عليها برضو رشه من الفانيليا، وهافضل اضربهم كتير جدا لغايه ما توصل معايا للقوام اللي انا عايزاه، وبمعنى اصح لغايه ما الزبده برضو تبدا تفك شويه لانها كانت جامده جدا. انا هستخدم دقيق اللي هو المخصص للكيك وللمخبوزات وللحلويات بمعنى اصح. حط منه كوبايه اللي هي المج العادي اللي انت بتشربيه، وحط معاهم نص كوبايه من الكاكاو الخام، استخدمت دريم. وبعد كده هحطهم في التلاجة حوالي نص ساعة كده. هي كده كده الزبدة كانت جامدة، وهبدأ أكورهم كور. الطريقة دي تقريبا 3/4 بتاعة آية حبيب بجد. طريقة حلوة جدا وسهلة. وبعد كده بحط عليها شوكولات شيبس. ما تفرديهاش، اعمليها كوره وتخش فرن سخن على درجة حرارة 180 أو 170. الرف اللي فوق خالص مش اللي تحت. لمدة 10 دقايق 12 دقيقة. طلعت طرية من جوه ومقرمشة جدا من بره، وأحلى كوكيز هتاكلوها في حياتكم. وبجد الفيديو ده في حب أي حبيب. الطريقة حلوة جدا. في بعض الحاجات اللي أنا استخدمتها زي الدقيق بتاع المخبوزات بتاعتي أنا.